السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى اموركم تكون بخير وعلى خير، واي فيديو نتلاقاو فيه نلقاكم باحسن الاحوال ان شاء الله. عواشر مبروكه، رمضان كريم ان شاء الله علينا وعليكم بالصحه والعافيه ان شاء الله والرزق وكل ما كتمنوا يا ربي. اليوم جيت نشارك معكم الشباكيه اللي كديرها ماما بطريقتها الخاصه وكتجي رائعه بزاف. مكونات اللي هما بساط واقتصاديين وكميه اللي كتجي كتيره بزاف، وكتجي رائعه بزاف لا في المذاق ولا في الشكل ديالها. كتجي هشيشه ومقرمشه في نفس الوقت، شاربه العسل، مجعبه وكتجي رقيقه. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجو فيها، غادي نحتاجو واحد الخماره ايديال، غادي نحتاج معاها 3 ديال الزلايف ديال الزنجلان مطحونين مزيان، 4 ديال المعالق كبار ديال حبة حلاوة والنافع مطحونين ومنيلين مزيان، 4 المعالق ديال القرفة حتى هما مطحونين مزيان، زلافة ديال اللوز حتى هو مطحون مزيان، وزلافة ديال زيت الزيتون، زلافة ديال زيت المائدة، وزلافة ديال الزبدة اللي كنكونوا خدينا اللذة وذوبناها مزيان باش حيدنا من هذيك الرغوه وكلشي اللي فيها. وكتبقى لينا زلافه خالصه، يعني كندوبو الزلافه ديال الزبده النوعيه اللي بغيتو نتوما. غادي ناخذ واحد القنينه ديال الماء الزهر، غادي ناخذ معاها شويه ديال الزعفران شعره، بيضه وحده، نص كاس ديال الخل، غادي نحتاج معاها كذلك واحد الكوزه اللي غادي نحكها رقيقه، وشويه ديال الملح، ومعلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز اولا الخميره المعجونه. وغادي نزيدو معاه كما قلت لكم في الاول خميره ديال الحلوى ايديال. هاد المكونات كاملين اللي غادي نعجنوا بهم اللي غادي نعجنوا بهم هكا الشباكيه، خصهم يكونوا مطحونين مزيان ومغربلين في الغربال اللي تيكون رقيق بزاف، باش مني كنكونوا نديرو في العجينه كنورقوا فيها ما كتقطعش لينا بدوك الحبيبات اللي تيكونوا بقاو غلاض. يعني خص كل شيء يكون مطحون رقيق. هنا غادي تبدا ماما تخلط المكونات ديالها. عندنا 3 ديال الزلايف ديال الزنجلان اللي كما قلت لكم طحناتو مزيان، وغادي تزيد عليه اللوز، غادي تزيد حبه حلاوه والنافع، وغادي تزيد كذلك القرفه. هاد المكونات الناشفه كاملين غادي تضيفهم مع بعضياتهم. وغادي تبدا تزيد عليهم السوائل الاخرين. غادي تزيد زيت الزيتون زلافه. هاد الزلافه راها كبيره شويه، يعني واخا في التصوير كتبان صغيره ولكن راه كتوزن تبارك الله. عندنا زلافه ديال زيت المائده، نفس الزلافه عبرات بها كل شيء، حتى اللوز والزنجلان وكل شيء راه كتعبر بنفس الزلافه. وغادي تعبر كذلك الزبده اللي قلنا ذوبناها مزيان وحيدنا لها الرغوه ديالها وداك الشيء باش تبقى هكاك عاديه حتى كتبدا تغلي مزيان عاد باش كتعبرها. غادي تزيد نص كاس ديال الخل، وغادي تزيد كذلك بيضه كامله. الخل كما تنعرفوا فهو تيعطيها واحد القرمشه وكيجيب العجينه هكا هشيشه. وغادي تزيد قنينه ديال الماء الزهر، النوعيه اللي بغيتو. هاد النوعيه تتكون زوينه لا في النسمه ديالها ولا في المذاق اللي كتعطي في الشباكيه. صافي هنا غادي تبدا تخلط هذوك المكونات كاملين، ومن بعد غادي تبدا تزيد الباقي اللي بقى. هنا غادي تصهد واحد شويه هداك الزعفران شعره باش غادي يتحك بسهوله. وغادي تحك مزيان هذيك الكوزه اللي عندنا، غادي تحكها في الحكاكه كتكون رقيقه بزاف باش حتى هي ما تبقاش تبان لينا في الخليط. وغادي تزيد كذلك الخميره الكيماويه والخميره ديال الخبز. الخميره ديال الخبز غادي ديرها في واحد الزليفه وتزيد عليها شويه ديال الماء دافي اللي غادي يذوب فيها هذيك الخميره باش كتنسجم لينا بسرعه مع الخليط. وهنايا راه كتخلط مزيان هذوك المكونات اللي كانت دارت في الاول. من بعد ما زادت عليهم الكوزه هكا حكاتها مزيان في الحكاكه الرقيقه وزادت عليهم. خلطات مزيان لان الزنجلان مع اللوز مع حبه حلاوه كيديروا واحد التكتلات هكا تيتكوروا. دابا غادي تزيد الخميره ديال الخبز كما قلت لكم، زادت عليها واحد شويه ديال الماء دافي
باش كتذوب وكتسهل عليها انها تدمجها مع الخليط. فالخميره كتساعدها انها كتنفخ لينا العجينه، وكذلك كتفرك، يعني كتحل فاش كتكون ثقله، كتحل وكتجي الشكل ديالها واضح وكيجي زوين. صافي، وغادي تزيد عليها الخميره ديال الحلوى اولا الخميره الكيماويه. غتزيد عليها واحد شويه ديال الزعفران شعره اللي صهداتو من قبل، غادي تحكوها هكا بين يديها، وغادي تزيدوا على الخليط. هو كيعطي النسمه وكيعطي حتى اللون اللي تيجي بها محمره وتيجي فيها واحد اللون زوين بزاف. غادي تخلط هاد المكونات كاملين، وغادي تزيد عليهم الدقيق اللي كتكون مغربلاه من قبل وعابراه موجداه، يعني حاطاه في واحد البانيو حداها. غادي تكون غربلاتو كما قلت لكم، الدقيق اللي تيكون من النوعيه الجيده الخاص بالحلويات، باش كتعطينا نتيجه زوينه وكتجي الشباكيه حتى هي زوينه. يعني الدقيق حتى هو تيلعب واحد الدور في النتيجه النهائيه اللي كنحصلوا عليها. صافي، من بعد غادي تبدا تزيد في هذاك الدقيق تدريجيا، وهي كترمل فيه بهذاك المكونات. غادي تبقى تزيد هكا حتى غادي تكمل هذيك الكميه اللي عندنا اصلا في الاول. فهاد الطريقه هي اللي كتخلي النتيجه في الاخر الشباكيه كتجينا هشيشه وكتجي مرمله. يعني هاد المرحله خصنا نعطيوها الخاطر ونرملو مزيان هذاك الدقيق اللي عندنا، ونخلطوه مع المكونات باش يجي هكا بحال نبسبسو هذاك الدقيق ونرملوه. فهاد المرحله نحاولوا نعطيوها الخاطر ونمشيو معاها بشويه بشويه، نبقاو نرملو في الخليط. انايا ما قطعت حتى شي حاجه من الفيديو، يعني خليته على طبيعته كما هو. فتابعوا معايا الفيديو حتى الاخير وتابعوا حتى الطريقه، وكنتمنى تفيدكم وتعجبكم. وراه غادي تشارك معكم جميع المراحل اللي كتدير بالتفصيل ديالها. وهنايا كما شفتوا من بعد ما رملات هذاك الخليط مزيان مزيان، غادي تاخد واحد الغربال وغادي تبدا هكايا تغربل. كما شفتوا راه باقين الكويرات والتكتلات في الخليط. فهنايا غادي تاخد الغربال وغادي تحاول تغربل باش كيبقاو هذاك الكويرات كتحكهم بين يديها في الغربال، وكيهبط هذاك الخليط يعني مصفي مزيان، ما فيه لا كويرات لا تكتلات لا حتى شي حاجه. فهاد المرحله حتى هي مهمه باش كتجينا العجينه كتجي مدلوكه مزيان وكتساعدنا حتى في التوريق كتجينا زوينه. هانتوما كما تتشوفوا راه القامه كتكون باقا مكوره. ملي كنديروا لها هاد المرحله كتحل مزيان. ومن بعد ما غادي تكون دارت الخليط كامل، غادي تبدا تعجن في الخليط. فهنايا غادي تبدا تزيد في الماء اللي تيكون دافي شويه شويه بشويه تدريجيا، يعني ما تيكونش الخليط مرخوف. كتزيد شويه بشويه هكا، كترش على الخليط وكدلك وكترش وكدلك باش المكونات كينسجموا، العجينه كتجمع ولكن ما كتجيناش مرخوفه العجينه. دائما العجينه ديال الشباكيه خصها تكون يعني مجموعه، يعني شاده في راسها وقاصحه شويه، باش كتساعدنا لا فاش كنكونوا نشبكوا فيها ولا فاش تنكونوا نورقوا فيها، وحتى الشكل ديالها تيبقى ثابت مني كطيب. يعني فاش تكون شاده في راسها كتساعدنا العجينه في الخدمه ديال الشباكيه في جميع مراحل ديالها، وحتى النتيجه ديالها كتجي
مخلطه ما بين القرمشه وكتكون هشيشه بهذوك المكونات اللي تيكونوا فيها. فكنتمنى نكون وصلت لكم الفكره. والحاجه الاهم في العجينه ديال الشباكيه انها تبغي تكون شاده في راسها ومدلوكه مزيان، وكنعطيوها وقتها في الدليك. صافي كنبقاو نرشو بشويه بشويه الماء وكندلكو حتى كيتجمع عندنا الخليط، وكنعطيوها وقتها في الدليك مزيان مزيان باش كينسجموا هذوك المكونات وتجينا النتيجه النهائيه رائعه. فانا كما غادي تشوفوا راه حنا معاونين على العجينه. غادي تبان لكم شحال من يد دلكات العجينه لان كميه كتيره وكتحتاج كتحتاج دليك بزاف. يعني غادي نبقاو نعطيوها هكا شويه بشويه الماء وحنايا كندلكو حتى غادي نحسو بالعجينه، يعني نساجموا المكونات ديالها ولات عجينه اللي ملسا عاد باش غادي نوقفوا من الدليك. والعجينه قد ما عطيناها الدليك مزيان ودلكناها فالنتيجه النهائيه ديال الشباكيه كتجينا مجعبه وكتجي العجينه ديالها رائعه. فغادي نبقاو ندلكو فيها هكا حتى غادي نحسو بهذيك العجينه يعني ولات ملسه والمكونات ديالها نساجمو مزيان. فانا كما تشوفوا راه مدلوكه ولات رطبه رغم ان العجينه راها شاده في راسها وقاصحه. صافي غادي نقطعوا هذيك العجينه القطع اللي غادي نقدروا نتحكموا فيها فاش غادي نكونوا نورقوا. فهاد القطع هكا درناها صغار باش غادي نتحكموا فيهم مزيان ملي غادي نكونوا نورقوا في العجينه. وكما تتشوفوا غادي نديروه في واحد البلاستيك الغذائي اولا في بلاستيك باش غادي يحفظ لنا ديك العجينه ما غاديش تنشف ودير لنا هذيك القشره اللي كتكون فيها. يعني قد ما قدينا نغطوها مزيان بالبلاستيك وما نخليوش البرد يدخل ليها باش ما تكونش لينا هذيك القشره. صافي من بعد غادي نبداو نورقوا فيها هكا بالدلاك واحد شويه باش غادي ندوزوها في هذيك الماكينه ديال التوريق اللي كتساعدنا بزاف بزاف. والعجينه قد ما كانت مورقه كتجينا الشباكيه مجعبه وكتجي رائعه بزاف النتيجه النهائيه ديالها. وهنايا البنات راه كل كويره كنشدوها كنبسطوها يعني باش كتدخل لينا في هاد الماكينه ديال التوريق بسهوله. كندوزوها في رقم 7 اللي كيجيب السمك كيكون رقيق وتيجيبها زوينه. يعني كنكونوا محدينه في رقم 7 وكنبسطوها صافي وكندوزوها في الاله. صافي كتورق لينا مزيان وغادي ندوزوها باش غادي نبداو نقطعوا فيها اولا نقطعوها هكا بالجرار باش نبداو نشبكو في الشباكيه. فهنايا كما تشوفوا تنخدموا على واحد الخشبه او واحد القطعه ديال الخشب اللي كتساعد الجراره انها كتجيب ديك الرشمه كتجي هكا مسنه وكتجي الرشيمه ديالها مزيانه. فهنايا كما تشوفوا غادي دير ماما 5 ديال الشريطات الوسط وتقطع 5 ديال الشريطات وتقطع باش كتجي الشباكيه هكا واضحه في التشبيكه وكتجي زوينه وكل واحد على حسب الاختيار ديالو اللي زعما شحال ديال الشريطات كيبغي واش كبيره اولا صغيره. صافي كتبقى تهز شريط وتخلي شريط تهز واحد وتحط واحد وتجمع هذوك الجوانب كتدخلهم في الوسط وكتحط هنايا. صافي غادي نبداو نرتبو هنايا في هاد اللاطه باش الشباكيه كتنشف وكتشد الشكل ديالها. ملي كنبداو نقليو فيها يعني كتكون مشامعه وكتحافظ على الشكل ديالها. فكما قلت لكم كتبقى تقطع الشرائط ديال الشباكيه كدير 5 ديال الشريطات الوسط وكتقطع 5 ديال القطع وكتقطع. صافي من بعد كتبدا في الطريقه ديال التشباك كتهز شريط كتخلي شريط وكتوضع هذاك اللي كتهز كتوضعه فوق الشريط الاخر كما تشوفوا. ومن بعد هذوك الجوانب كتدخلهم في الوسط باش كيجيو مجموعين وكيعطيو داك الشكل زوين في التشباك. شريط نازل وشريط طالع وكل شريط كتطلعو كتحطو فوق الاخر وكتدخلهم الوسط. الجوانب اللي تيبقاو عندها لتحت كتدخلهم الوسط وكتجي تشبيكه زوينه بزاف.
فهنايا حاولت تبطئ لكم الطريقه باش تشوفوا، وكل واحد عاوتاني على حسب الطريقه اللي كيشبك بها واللي كتجيه ساهله في الخدمه. صافي هنايا البنات غادي تبقى غاديه بنفس الطريقه، فكنحاولوا نديروها نفس القياس باش الشباكيه حتى هي كتجي في الشكل ديالها هكا زوين، وكتجي في المنظر ديالها زوينه. كدير 5 ديال الاشرطه، والشريط السادس كتقطع فيه 5 ديال الاشرطه الوسط، والشريط اللي تيكون السادس كتقطعو. والطريقه ديال التشباك راه خليتها كتعاود شحال من مره باش تشوفوا الطريقه. فالطريقه راه كل ما عاودتوها والمره الاولى والثانيه هكا كتبقى تعاود صافي، كتشدوها في لا في دماغكم ولا يديكم حتى هي كتعود وكتولي تجيكم بطريقه سهله. وهنايا من بعد ما كتشبكها كتدخل دوك الجوانب، كتحاول تشد هذوك الطريفات اللي تيكونوا في الجنب وكتقرص عليهم مزيان وكتثبتهم باش كيعطي الشكل ديالهم زوين. وكذلك هذوك الاشرطه كيتجمعوا مع بعضياتهم وكيثبتوا. صافي مني كتشبك كتحاول تجمع الجوانب، كتقرص عليهم مزيان وكتثبتهم باش كيعطي الشكل. وكذلك هذوك الاشرطه كيتجمعوا مع بعضياتهم وكيثبتوا. صافي غادي تبقى مكمله بنفس الطريقه حتى غادي تسالي. كما قلت لكم احنا كنحاولوا فاش نكونوا نقطعوا ونديروا اشرطه متساويه، وحتى الشباكيه كنحاولوا نديروها الشكل ديالها تيكون متقارب باش حتى في المنظر كتجي حلوه وما تجيناش شباكيه كبيره وشباكيه صغيره. كيجي الشكل النهائي ديالها زوين. كنتمنى الطريقه تنال اعجابكم وتجربوها ان شاء الله. راها سهله غير مع التعود، وكل مره تبقاو تعاودوها كتشدوها كيجي الشكل ديالها زوين بزاف. فكما تتشوفوا هذا هو الشكل ديالها. كنبقاو نرتبوها هكا في واحد اللاطه. يعني هاد المرحله كنديروها حتى كنساليو التشباك بصفه نهائيه، يعني نساليو العجينه كامله اللي عندنا كنبقاو نرتبو باش مني كنبداو نقليو كنبداو بهذيك اللاطه اللي اولا الاناء اللي رتبنا فيه في الاول كنبداو به هو الاول. صافي يعني كنبقاو غاديين بنفس الطريقه ديال التشباك. انا خليت الفيديو كتعاود فيه شحال من مره باش الطريقه تشوفوها وتعاودوا، لان الطريقه ديال التشباك كتبغي الممارسه، يعني ديريها وتعاودي عاد باش كتشدلك مزيان في دماغك. فهنايا كما تتشوفوا غادي نبداو في مرحله ديال القلي. غادي نديروا المقله ديالنا اللي كتكون عامره بالزيت، يعني نحاولوا نخليو الشباكيه يعني كتكون عايمه في الزيت اللي كيكون سخون، ولكن العافيه كنهبطوها كتجي العافيه مهيله. ومن الاحسن نديروها اللي كيكون على فرنو اللي تتجي العافيه ديالو متوزعه على المقله كامله باش كتجي ديك العافيه مشتته، يعني ما كتجيش مركزه غير في الوسط فقط. صافي من بعد غادي نعمروا هذيك المقيله ديالنا وغادي نبقاو نقابلوها، يعني خصها تقابل مزيان وتكون العافيه عليها مهيله باش كطيب لينا وكتقرمل، يعني ماشي غير كتزهد وكتحمر بسرعه وكتبقى خضراء من هذوك التنيات ومن هذوك التشبيكه ديالها. يعني هي مع مداخله في بعضياتها خصها تكون في عافيه مهيله باش كتدخل لها العافيه لداخل وكطيب لينا مزيان. فانا كما تتشوفوا ما غاديش نخليوها حتى غادي تحمر مزيان، غادي تاخذ واحد اللون اللي تيكون مذهب كما تتشوفوا معايا في الفيديو. راه واضح اللون اللي تيكون مذهب صافي كنحيدوه لان مازال غادي تاخذ اللون عاوتاني من العسل، حتى هو غادي يساعدها انها كيزيد يعطي هذاك اللون الاحمر مزيان باش كتجي في اللون التحميره ديالها زوين، ما تجيش غامقه بزاف. فهنا كما تتشوفوا العسل راه تيكون شويه ثقيل باش الشباكيه ديالنا كتشربو مزيان وكتبقى ثابت فيها. الا كان العسل خفيف فبسرعه تيتقطر منها وما كتبقاش شاده لينا العسل. من بعد واحد المده كنلقاوها بانها بحال نشفات من العسل. قد ما بغينا الشباكيه تكون هكا معلكه وشاربه العسل، خاص العسل يكون ثقيل
وراه تيكون في الاول ثقيل، ولكن من بعد ما كنلوحو فيه الشباكيه سخونه راه كيترخاف وكيتطلق معانا. ونحاولوا دائما نديروه في اناء اللي تيكون كبير شويه باش ما تجيش الشباكيه فوق بعضياتها وتبقى تكسر لينا. ونعطيوها الخاطر، يعني بشويه نخليوها واحد المده في العسل على ما شربات لينا العسل. يعني بحال نخليوها في العسل حتى نبغيو نرميو عاوتاني للقليه الثانيه، عاد باش نحيدوها باش تيكون الاناء فارغ وما كتجيناش الشباكيه متراكمه وغادي تبدا تهرس او لا هكا. صافي كما قلت لكم كنحطوها في واحد الصفايه اولا في الكسكاس حتى تقطر لينا من داك العسل الزايد اللي فيها. ومن بعد كنرشها هكا بشويه ديال الزنجلان اللي كيكون محمر ومنقي بطبيعه الحال باش كيعطيها داك المنظر. وحتى داك القرمشه ديال الزنجلان كتجيب كتعطيها اولا كتزيدها واحد المذاق زوين. صافي غادي نبقاو مكملين بنفس الطريقه، كل حاجه كنحيدوها كنرشوا على الزنجلان ومن بعد كنحتفظوا بها هكايا كيجي الشكل ديالها زوين بزاف وكتبقى واحد المده. يعني تقدر تبقى لينا حتى ل6 شهور، يعني ما كتبدلش لا في المذاق ديالها ولا في القرمشه ديالها، وكتبقى شاده العسل. خاصه الا كان العسل ثقيل مزيان هكا وعاقد راه كتشربو مزيان كيبقى ثابت فيها. وهنايا غادي نكون شاركت معكم جميع المراحل ديال الشباكيه بالطريقه ديال ماما. الطريقه اللي هي بسيطه ولكن كتجي رائعه بزاف كتجمع ما بين القرمشه والهشاشه، يعني كتجي هي مقرمشه ولكن فاش كتاكليها كتجي هشيشه وكتذوب في الفم. كنتمنى الطريقه تنال اعجابكم ان شاء الله وتجربوها. وهذا هو الشكل ديالها النهائي كما تتشوفوا، تتجي معلكه شاربه العسل وكتجي مجعبه وزوينه بزاف حتى في المذاق. كنتمنى تنال اعجابكم ان شاء الله وتجربوها. شكرا لكم بزاف على المتابعه المستمره ديالكم وعلى التعاليق الزوينه والمحفزه اللي كتشاركوها معايا. شكرا لكم بزاف بزاف. مرحبا بجميع الاخوات الجداد اللي انضموا للقناه ديالنا، وكنشكر جميع الاخوات الوفيات اللي دائما على تواصل ودائما كيتابعوني. شكرا لكم بزاف بزاف. عواشر مبروكه ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى جميع الامه الاسلاميه يا رب. الله يدخل علينا هاد الشهر الفضيل بالتيسير والرزق والصحه والعافيه يا رب العالمين. ودائما غادي نبقاو مع كل ما هو سهل وبسيط. دائما كنشارك معكم الطريقه وكنحاول نبسطها، وحتى في المكونات كيكونوا بساط اللي يكونوا متوفرين في كل بيت. والى اللقاء في فيديو اخر مع وصفة جديدة، وشكرا لكم بزاف بزاف.